يا مساء الجمال عليكم جميعا، أخباركم إيه؟ أنا لما باجي أتكلم عن موضوع عائلة الغني وعائلة الفقير، المقصود بيها إنك أنت حياتك المستقبلية كلها في إيدك أنت، إن أنت تعافر من أجل إنك تبقى مرتاح ماديا، أو إنك أنت بتسيب حياتك زي ما هي كده. مش فارق معاك إنك أنت تعافر أو لأ، فأيامك كلها بتعدي وحياتك كلها بتعدي، بما إنك أنت سواء عادي أو موظف في شركة أو شغال في مكان أو كده أيا يكن. بس الفكرة انك انت لازم حياتك تبقى غني في المستقبل، اللي هو تستغرق من حياتك سنة واتنين وتلاتة بتتعلم حاجة على امل وعلى هدف ان الحاجة دي هتجيب لك فلوس كتير فيما بعد، هتجيب لك وفرة كبيرة في الفلوس. ولا شايف ان الموضوع بالنسبة لك هيبقى حمل وضغط، ومش شايف انك انت متحمس للموضوع خالص. فده بيرجع لك انت، بيرجع لطبيعة تفكيرك. لو طبيعة تفكيرك انك انت بتعدي يومك بيومه، او طبيعة تفكيرك انك انت مقضيها كده وزيك زي اي حد، بيبقى طول الوقت قاعد على الفيس، طول الوقت قاعد على التيك توك، طول الوقت مضيع وقته في اي حاجة، في فيديوهات وسكرول طول الوقت، ما بيستغلش النص ساعة، ما بيستغلش وقته في اي حاجة خالص. فعادي دي حياتك. لكن لما يكون واحد حياته ان هو يعمل حاجة مؤثرة في الحياة، يبقى هو عامل حاجة واتنين وتلاتة فيهم قيمة للناس، فيهم بيدي نفع لناس. فهيكون هو مصيره انه بيحط نفسه في المكانة الكبيرة، المكانة العالية، اللي بالناس اللي بتعمل تأثير في الأرض. فلما يكون انك انت راجل عايز تبقى غني وعائلتك عائلة غني، فانت تفكيرك ويومك ووقتك بيبقى غير كل الناس، لانك انت باصص لحاجة في العالي قوي، باصص لحاجة لما انت تتكل على الله تموت، تبقى انت ست كنز كبير، كنز كبير لكل الناس تستفاد من معلوماته وتستفاد من خبراته وتستفاد منه، سواء في حاجة انت بتحبها او في حاجة انت حابب تفيد الناس بيها او ايا يكن. بس الفكرة انك انت ضيعت وقتك كله في ايه؟ في لعب ولهو، ولا ضيعت وقتك كله في تعلم وفي تطبيق وفي حاجة تفيد بها الناس. فده بتختلف من عقلية فقير لعقلية غني. عقلية الغني بيبقى حابب دايما يطور، حابب دايما يكون في المقدمة، حابب دايما يكون رقم واحد، اللي هو الفارس اللي دايما بيفوز دايما بالجايزة، دايما بيفوز بلذات كل الأهداف اللي بيعملها، دايما عقليته متقدمة لقدام. فعشان كده بيبقى حابب ان هو يبقى رقم واحد، في حتى المال اللي بيجيله يكون اكتر بكتير بوفرة كبيرة. اعمل اهداف واتنين وتلاتة وحققها، واعمل اهداف تانية وحققها، وخلي عندك مصدر واتنين وتلاتة وعشرة مصادر دخل. في خلال 5 سنين تبقى انت عملت لنفسك حاجة واتنين وتلاتة، بدل ما انت ما تبقى شايل هم انك انت لسه هتخطي ولسه هتعمل. لا، خطي واعمل ونفذ وطور وشوف وجرب تاني وتالت وعدل ونفذ واعمل، وما تقلقش وما تخافش. وانت هتسعى وربنا هيديك حق سعيك، ربنا مش هيسيبك كده، هيديلك حق سعيك. بس وانت ماشي في الطريق دايما بتجدد وبتطور، ودايما بتعرف حاجات جديدة ومعلومات جديدة في الهدف بتاعك وانت ماشي في الطريق. مش انك انت مستني ان حاجة تجيلك، انت اسعى للحاجة، وبعد كده تبدأ واحدة واحدة، الدنيا بتتفتح قدامك والمواقف بتجيلك والظروف وكل حاجة بتخدمك لطريق هدفك. وده كان فيديو النهاردة من انك انت ازاي تخلي عقليتك عقلية واحد مليونير.